بصوا يا جماعه، انا رايح دلوقتي اجرب مكان، وده احسن مكان ينفع معانا في الجو الحر ده. تعالوا نشوفوا بقى بيعمل ايه. طلبنا بقى من عندهم الوافل الفور سيزون ده مع الستيك. ده شكل الوافل اصلا يفتح نفسك لوحده، عامل شبه التورت. نبداوا بقى اول حاجه بالبيستاشيو. البيستاشيو تقيل قوي بجد، انا اول مره ادوق بيستاشيو ده. صوص البيستاشيو ده بقى عندهم خطير، انا عمري ما دقت بيستاشيو بالجمال والحلاوه ده قبل كده. مركز قوي، هي بدايه مبشره. وتاني حاجه بقى جربنا الوايت شوكليت، حسيتها مسكره شويه بس كانت جامده. ندخلوا بقى على النوتيلا وناخدوا قطمه بقى كده بالمكسرات والبندق اللي على الوش كده، ونشوفوا التيست ده عامل ازاي. هيوديك في حته تانية خالص. بس من حلاوه الصوص البيستاشيو اللي عندهم مش هتقدر تستطعم باي طعم تاني. هنا الصراحه النوتيلا دي ما عجبتنيش قوي. البيستاشيو والوايت شوكليت احلى من الروتين. تعالوا بقى كده ندخلوا على اللوتس. بص، عجينه الوافل اصلا طريه قوي، والعجينه عندهم بجد في حته تانية خالص. عجينه طريه قوي. اللوتس هنا كان طعمه تقيل قوي، انت اصلا لو طلبت الوافل ده مش هتقدر تاكله لوحدك. البيستاشيو والوايت شوكليت احلى بكتير. يا جماعه الناس هنا عندهم البيستاشيو طعمه في حته تانية خالص، اقسم بالله. تعالوا بقى ندخل على وافل ستيك كده ونشوف بتقول ايه. ودي كانت اوريو وكندر، ومبدئيا كده العجينه بصوا بتتقطع لوحدها اصلا من حلاوتها. صوص الكندر هنا كان تقيل قوي وكان مركز، فحسيته مسكر سيكا، كان بالنسبه لي انا مش احسن حاجه. حته كده عشان طماع. ده بص ايه ده، بص بعمل كده بتتقطع خلاص. والعجينه بقى عندهم انتوا شايفين هي طريه وسلسه ازاي. وده كان وايت شوكليت مع اوريو، والتيست بتاع العجينه موديه طعمه في حته تانية خالص. دي بقى البوظه العربي بتاعت الناس القديمه، الناس اللي مواليد 1900 تحضر. انا جايب لكم البوظه العربي اللي هربانه من الالفينات. ودي بقى انا بالنسبه لي اول مره اشوفها، وانا اصلا مستغرب طعمها قوي. دي بالنسبه لي بقى اول مره اجرب البوظه دي. انا كنت مخمن طعمها حاجه بس طلع طعمها حاجه تانية خالص. هو مبدئيا كده الايس كريم اللي فيها ده ايس كريم مستيك، ودي بتبقى عباره عن ايس كريم رول كده، وبيتحط فوقيه طبقه فستق، وبتفضل تتلف شبه كيكه الهوهوس كده بالظبط. فيها طعم الشجر المجفف ده، وده كان طعمه عامل شبه الموارد. ولو انت عايز تجرب حاجه جديده كده ومختلفه فممكن تجربها. ندخلوا بقى على هدفنا الاساسي اللي جايبنا المكان ده اصلا، وهو الترطيب. مانجا، فراوله، توت، ليمون. تعالوا بقى نبدا باول حاجه كده، وهي الغريبه بالنسبه لي، وهو الليمون. استلطف طعمه، ما كانش احسن حاجه الصراحه بالنسبه لي، فتعالوا ندخلوا على اللي بعده وهو التوت. في ناس بقى معينه بتعشق حاجه اسمها توت وبلو بيري. الناس اللي بتحب التوت والبلو بيري والكلام ده هيعجبهم قوي. تعالوا بقى نسيبنا من لعب عيال ده بقى شويه وندخلوا على المانجا. طعم المانجا واضح وطيني. تعالوا نخش بقى على الفراوله المستخبيه. الفراوله دي بقى العيش، دي اكتر حاجه بحبها اصلا. اهو انا بقى بالنسبه لي الايس كريم ده يعني فراوله، مفيش احسن ده منه. بقى احسن حاجه ممكن ينفع معاك في الجو اللي احنا فيه ده. النور عمال يقطع، الثلاجات بتسقع اصلا. جامد قوي الميكس ده، شكلها جامد قوي. بص بقى، دي عباره عن ايه؟ بيستاشيو، اوريو، كاندي اللي هو البنات، كندر. ايه رايك؟ نبداوا بقى كده اول حاجه بكتم كاندي او غزل البنات، والصراحه ده بالنسبه لي غريب قوي ان انا اول مره اشوف كده، وده بقى البنات هتحبه قوي. غزل البنات بجد. ندخلوا بقى على تاني حاجه وهي الكندر، والصراحه انا هنا ما حسيتش بطعم الشوكولاته الكندر نهائي. طعم اللبن واضح فيها قوي. ندخلوا بقى على البيستاشيو، وانا كنت اتمنى ان الايس كريم بيستاشيو يبقى نفس الكواليتي بتاع الصوص. بس طعم حاجه. نسيبنا بقى من كل ده وندخلوا على الاوريو شوكليت، وده كان طعمه خطير وتحفه بمعنى ده الكلمه. احسن حاجه. وانا هنا بقى كنت بحاول اكسر حته من البسكوته، والبسكوته من حلاوتها اتفرفتت. بصوا يا جماعه، دي الكاساته اللي هي طالعه ترند اصلا اليومين دول. واحده ثانيه الايس كريم اللي اتكسر. وده بقى بيبقى شكلها وبيبقى فيها قطع فواكه مجففه. انا بالنسبه لي كطعم في الكاساته دي اول مره ادوقها في حياتي، بس الصراحه كان طعمها غريب كده، بس الفواكه المجففه فمخليها طعمها تحفه. ادخلوا بقى على الكراميل، وده كوبي بيست بالظبط من التوفي. البسكوتات اللي وقعت دي بقى انا خليته يجيب لي واحده فاضيه من حلاوه البسكوت اللي هناك. ريحتها خطيره اصلا. لو اسمع بقى كده، قرب كده عليك. والمكان هو رافيلو اللي موجود في زيزينيا، وده بقى المنيو بتاعه، وبجد بقى لازم تجربوه. تاني شوكولاته اوريو، الشوكولاته دي هنا برضه زبادي التوت. الاوريو احلى. وطبعا الاوريو هتبقى احلى، بس دي بقى اللي بتيجي الحاجه الساده الكلاسيك، يعني الكل يعرف كراميل. دي نسكافيه، دي الكراميل. جرنوش البلو بيري. شفت انا صافي، خلي بالك. عشان احنا مش ماشيين طبيعي. وايه ده اللي هناك؟ لا جرنوش ولا جرنوش؟ جربت تاني لو جربناش. دي بقى بتبقى الكاساته غنيه مع فواكه. الكاسات اللي نازله دي لا. جامده الكاسات. بلو بيري برضه، الناس بتحب البلو بيري.
بتقرمش قوي بتقرمش قوي عشان فريش بتطلع اول.